السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. كل سنة وانتم طيبين. بقى بمناسبة العيد هنعمل فيديو النهاردة كده بسيط، معلش هو الفيديو متأخر شوية، بس وصفة حلوة قوي للكفتة. وهنعملها سندوتشات، نشوف ازاي نقدر نقدمها بطريقة السندوتشات، كانت طالعة ترند الفترة اللي فاتت. يلا بينا نبدأ. بنبدأ نفرم اللحمة مع الدهن، لكل كيلو إلا ربع من اللحمة بياخد ربع كيلو من الدهن. لو حبينا نزود بيبقى أحسن، اللحمة بتطلع الكفتة بتطلع معايا جوسي جدا ومسامية، لكن بتكش شوية. فأنا ضفت هنا ل 600 جرام 200 جرام دهون. معايا بقى بصلة متوسطة بفرمها بالشكل ده وبضيفها عادي، مش بصفيها. معايا كمان ليا أو أي دهون من الضاني بتدي ريحة حلوة قوي، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من بهارات الكفتة. ممكن نستبدلها بسبع بهارات أو بهارات لحمة أو كبوبة صيني. ضفت كمان الملح وشطة لو حبيتوا يعني شطة، ومعلقتين أو ثلاثة من الدقيق على حسب الكمية. طبعا أنا هنا دول حوالي 800 جرام، 600 لحمة و200 دهون. هتلاقوا بقى ان الكفتة اللي بيبقى فيها دهون كتير طعمها بيبقى حلو قوي، ومش بتبقى كابسة كده ولا كاتمة، لكن بتكش بس. يعني هي دي المشكلة الوحيدة اللي فيها، ان هي بتكش شوية، الا بقى لو ضفنا لها حاجات تمتص الدهون زي الفول الصويا مثلا او البرغل. بما ان انا هنا مش هضيف لا فول صويا ولا برغل، فهي هتكش شوية معانا. الفرم التاني اللي احنا بنفرمه في الكبة ده ضروري ان هو يبقى ناعم، يعني افرمها ناعم بالشكل ده بحيث ما تفكش مني من السيخ. وابدا اعجنها بايديا او بالسباتيولا كده زي ما احنا شايفين، وده هيخلي الكفته تتماسك معايا. وبسيبها بقى تتشمع شويه في التلاجة، وابدا احضر الطحينه اللي احنا هنحطها في السندوتشات. هنا معايا حوالي 8 كيلو من الطحينه، نزلت عليه بعصير نص ليمونه ومعلقه صغيره خل، وابدا اخفف بالميه الدافيه. الميه مهم ان هي تكون دافيه، ده بيخلي قوام الطحينه معايا كريمي جدا وناعم. ابدا اقلبها بالشكل ده واظبط بقى الملح. لو حبينا نضيف فص ثوم ممكن، شويه بقدونس، خيار متقطع صغير، ممكن شطه، بابريكا، الطعم اللي انتوا تحبوه في الطحينه تضيفوه. وطبعا ممكن تقدموها كده زي ما هي، ما تضيفوش اي حاجه. المهم ان احنا نضربها كويس، وطالما الميه دافيه هتلاقيها بتتفك معاكي بسرعه جدا، ولونها بيبقى فاتح وقوامها كريمي زي ما احنا شايفين كده. دي بقى بنركنها كده على جنب لغايه ما نعمل باقي الحاجات. هنا معايا البصل قطعته جوليان بالشكل ده، بضيف له نص معلقه صغيره سماق ونص معلقه صغيره خل، وبظبط الملح، وده برضو بنستخدمه في السندوتشات. كده الكفته عندي اتشمعت لما غطيتها وسبتها شويه في التلاجة حوالي نص ساعه. ببدا اخد قطعه بالشكل ده، بكون دهنه ايدي دهنه خفيفه جدا من الزيت علشان ما تلزقش في ايديا، وابدا اعجن القطعه اللي انا هعملها. طبعا الحجم اللي انتوا حابينه، عايزينها طويله قوي خلوا بالكم ان هي لو انتوا ضايفين دهون كتير هتكش منكم. فلو انتوا ضايفين دهون طولوها شويه، او الحجم اللي انتوا حابينه يعني، الطول اللي انتوا حابينه. بنحطها على السيخ بالشكل ده، وبنبدا بقى نسحبها. ما نسحبهاش مره واحده علشان هتلاقيها اتراكمت كلها على بعضها. نسحبها واحده واحده بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، لغايه ما تتسحب معاكي كده. شايفين متماسكة ما بتفكش، حتى بعد ما تحطيها على الشبكة وتدخليها هتلاقيها برضو متماسكة. ونبدأ بقى نرصها على الشبكة، أو لو ما عندكمش شبكة حطوها على الصينية عادي. المهم إن نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان تتحمر من الجوانب. لو لزقتيها في بعضها كلها هتلاقي الجوانب بتاعتها لسه ما اتحمرتش كويس. وقبل ما ادخلها الفرن بعمل لها خليط كده سريع، عبارة عن معلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من الزيت، ومعاهم كمان معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو. بيدي ريحة من التدخين حلو قوي. والخليط ده عامة بيدي للكفتة لون حلو جدا، لأن احنا التسوية بتاعتها بتبقى على نار عالية. فممكن تستوي من غير ما تاخد لون سريع، فانا مش عايزه اسيبها فتره طويله تنشف في الفرن. فمهم ان انا ادهنها باي حاجه، حتى لو مش متوفر عندي اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي. ممكن معلقه كبيره من الكاتشب، وتتخفف برضو بمعلقه زيت. مش موجود كاتشب يبقى معلقه صلصه، معلقه صلصه وتتخفف بالزيت. بس نخلي بالنا بقى لان الصلصه بتتحرق بسرعه جدا. دهنتها بالشكل ده، واللي اتبقى من الخليط ندهن بيه الجنب التاني. طبعًا بادخّلها على نار عالية، أنا شغّلت الشواية والفرن الاتنين مع بعض. ممكن نقدّمها مع رُز، وممكن نعملها ساندوتشات زي ما هاورّي لكم دلوقتي. لو هنقدّمها مع رُز بنحطها كده على فرشة بقدونس بالشكل الجميل ده. والرُز على فكرة هانزّل لكم طريقته برضه إن شاء الله
قبل ما العيد ما يخلص بقى وأي أكلات العيد هنزل لكم طريقة الرز. ده رز أصفر مصري، ممكن يتعمل بالبسمتي، إن شاء الله هنزل لكم الفيديو بإذن الله بكرة لو لحقت بإذن الله. وده طبعا كده السلطات اللي احنا حضرناها. وحضرت كمان سلطة طماطم سريعة عبارة عن طماطم بقطع شرايح ومعاها فص ثوم وعصير ليمون وملح. لو حبينا بقى نعمل سندوتشات، لو حبينا نعمل العيش في البيت نعمل طريقة العيش الشامي اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده. لكن انا اشتريت بصراحة العيش من المخبز عادي، اي نوع عيش انتوا حابينه، لكن بما ان الترند اللي كان منتشر كان العيش شبه العيش الشامي ده فانا استخدمت العيش الشامي. انتوا عارفين بقى حكاية الترندات، اللي عنده أولاد بيبقى متابعين الترندات وعايزين كل الأكل بتاع ده في ترند كفتة، ده في ترند مش عارف ايه، فنعمل الحاجات في البيت علشان تبقى أنضف كده وأوفر. شايفين جمال الساندوتش حلو قوي. وتحطي بقى أي صوصات انت حباها، يعني لو مش حابين الطحينة ممكن تستخدموا كاتشب على مايونيز، أو أي صوص انتوا حابينه، صوص باربيكيو مثلا، بيدي طعم التدخين من غير ما نستخدم فحم. ولو حبيتوا تعملوا الفحم برضو اعملوه، بتولعوا الفحمة بتحطوا لها نص معلقة كده من الزيت وبتغطوها، بس لو فيها أضرار بلاش منها، ونستخدم صوص الباربيكيو. بصوا الكفتة من جوه جميلة ازاي. عايزاكم تجربوا الطريقة دي وتستنوا معايا بقى باقي وصفات أكلات العيد إن شاء الله. معلش إذا كانت الفيديوهات متأخرة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.